يعني انت محبتك للنبي لا تعلو في صلاتك على الله سبحانه وتعالى. الله اكبر اكبر من كل شيء. فلا تسييد في الصلاه، لا تسييد في القدر فيما يعرف خطأ الله عز وجل. كنت هنا اتكلم عن سيدنا النبي في الاذان، قال من قال محمدا فقد اتخذ النص. ليه؟ لان الاذان كان ايه جوهري. كان احد الصحابه شاف في المنام اذان بصيغه كذا 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 كذا، في جل النبي قال صدقت، ذاك هو الاذان، ده اذان الصلاه. فجاء رؤيه فقال من قال محمدا فقد التزم النص. ومن قال سيدنا محمد فقد التزم الادب. فقد التزم بالادب مع النص وكان فضيل الادب مع النص. الله ادب مع رسول الله، لانه هو حضره الادب مع الله. فحب النبي غالي وحب اهل بيت النبي غالي. نقطه اخيره عشان نوضح فيها معلومه بس. في الوقت اللي احنا فيه لما بتسال حد تقول له يعني كل فرقه دلوقتي من المسلمين قعدوا عاملين ليهم شكل ولبس وطريقه وفعل وكأن هم اخذوا شكل دون عن بقيه المسلمين. فتسال بقى تقول له انت تابع ايه؟ لا يا عم انا راجل سلفي. لا 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 انا صوفي. لا لا انا اخوان. انا تابع السنه والجماعه. طب هل هذا يصح في الاسلام؟ ربنا قال هو سماكم الايه؟ المسلمين. يبقى انت اسمك ايه بس؟ كنا اسمنا مسلمين. مسلم من صفات المسلم انه سني لانه اتبع سنه مين؟ السلام. من صفاته انه سلفي انه اتبع السلف الصالح من الصحابه والائمه والتابعين والصالحين والعلماء هذه الامه. سلف. يسمى مسلم صوفي لانه صفى بعبادته لله وحده. الله. طب ويسمى مسلم شيعي. والشيعي اللي جاب الشيعي هنا يا عم لا مش الشيعه. القران بيقول وان من شيعته لابراهيم سيدنا موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني ايه شيعته؟ يعني من اهله. كل من شاع في حب واتباع النبي فهو من شيعه النبي. فانت اسمك مسلم تحوي هذه الصفات. فلما اقول لك انت ايه؟ أنا مسلم سني وسلفي وصوفي وشيعي وكل الله سيدنا النبي. لكن ما خدش صفة من صفات المسلم وعملها حزبه فيك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما يفرحون. وآية في سورة الأنعام لست منهم إيه؟ في شيء. لا تفرقة في الدين. نعم. والدين بين. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. فما خالف كتاب الله وسنة الحبيب فهو على باطل. طيب النقطة هنا اللهم صل على سيدنا محمد. في زيارتنا سيدنا النبي وزيارتنا لأهل بيت النبي أو أحباب النبي أو الصالحين، لما بنسوق الزيارة لا نسوق الزيارة بمقتضى عبادة، هي محبة. سيدنا زكريا لما دعا فين؟ في المحراب. لما دخل المحراب ولقى زكينا مريم رزق لا حد له ولا ليه مش حد بيخش عليك الا انا. قالت منين؟ قالت هو من عند الله. لا بس طالما المكان ده الرزق فيه بياتي بغير حساب فيبقى المكان ده مكان ايه؟ مبارك من الله. فهو قال لك هنالك. فاذا التمسنا اماكن الصالحين، اذا التمسنا اماكن اهل بيت رسول الله، اذا التمسنا بيت الله الحرام او المسجد النبوي المسجد الاقصى اي بيت بيت الله نلتمس انه فيه بركه من الله عز وجل. لكن لما تروح تصلي في المسجد انت بتصلي سيدنا الحسين ولا بتصلي الله؟ هي العقيده عندك انت. سيدنا النبي قال لسيدنا الامام علي قال الله وجهه، قال يا علي هلك فيك اثنتين كما هلك في عيسى ابن مريم اثنتين. في جماعتين هلكوا فيك زي ما هلكوا في عيسى ابن مريم. مين هم الجماعتين اللي هلكوا في سيدنا عيسى؟ قال قوم بغضوه اللي هم قالوا ايه؟ ده قتلوا وصلبوا. فدول بغضوا سيدنا عيسى فهلكوا.
طب والتانيين؟ قال أحبوه حتى ألهوه. حبوا سيدنا عيسى حد ما قالوا هو ابن الإله وهو الإله، فده هلك وده هلك. كذلك في سيدنا الإمام علي هلك فيك اثنتين. مين هم؟ قال قوم بغضوك، اللي هم اللي بغضوا سيدنا علي بن يزيد، ولا اللي هم قتلوا آل البيت وقتلوا الصحابة وناس أحبوه وغالوا في حبه حتى خالفوا المنهج اللي هو عليه الشيعة الوقتي. الحب بتاعهم وبيحبوا سيدنا النبي وبيحبوا آل البيت وهم مسلمين، لكن خالفوا المنهج، خالفوا الكتاب والسنة. فأنت حب سيدنا النبي لأنه فرض عليك، حب أهل البيت لأنه فرض عليك، حب الصالحين لأنه فرض عليك، ولكن في محبتك ضع ضوابط، كتاب الله والسنة. ما تغليش، انت مش خلاف عن الناس ولا ليك شرع عن الناس، وما تقولش اصلي انا بوضح في الدين حاجه جديده. لا، الدين موجود جديد. سيدنا النبي ختمها في حجه الوداع: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. انت احسن من النبي؟ هتجدد انت بعد النبي؟ خلاص هو الخاتم. فاحنا نعبد الله بحب. اعلى درجه في العباده ان تعبد الله بحب. هي الاحسان ان تعبد الله، وهنتكلم في النقطه دي بقى طبعا، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. طيب انا هعبد ربنا كاني اراه. طب كاني اراه ازاي؟ ما هو كاني دي كان يعني تشبيه وخيال، وهتخيل. حاشا لله، ليس كمثله شيء، لا تدركه الابصار، لا وصف ولا كم ولا اين ولا متى ولا قياس ولا تشبيه ولا مثال. حاشا لله، تنزه وتقدس عن كل شيء. طب اعبد الله كاني اراه ازاي؟ نرجع للايه اللي بتقول كل شيء هالك الا وجهه. طيب وجهه. وايه ثانيه: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. طب اسالك سؤال بالله عليك، هل لله وجه ويد؟ ايليق؟ انت ليك وجه ويد، هو سبحانه وتعالى ليه وجه ويد؟ مريم. حاشا لله، حاشا لله. ومن له الوجه واليد؟ نبدا بالايه: ان الذين يبايعونك. يبايعوا مين؟ يبايعوا مين؟ السلام، يبايعوا النبي. فقال لك: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. حلو الكلام. يد الله فوق ايديهم. هي كانت ايد مين فوق ايد الانصار وهم بيبايعوا النبي على الشجره؟ كانت ايد مين فوق ايديهم؟ مش ايد سيدنا النبي. فسميت يد النبي اللي هي يد العهد. الا ايه؟ لا يملكون الايه؟ الشفاعه. والشفاعه من مين؟ من سيدنا النبي. لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فانت بتاخد عهد مع النبي، فاذا وضعت ايدك في ايد النبي صارت يد العهد للنبي كانها يد الله عز وجل في قدرته على خلقه. طيب كل شيء هالك الا وجهه. ايه وجهه بقى دي؟ الوقت يعني لو فاتح ولله المثل الاعلى، فتح محل مثلا، ان كان محل ملابس او اي شيء، فعايز اعرف اللي بره، اللي ما يعرفش، اللي ما شافش المحل ده بيبيع ايه؟ ملابس او بيبيع حاجه. فبعمل ايه؟ بطلع ليه وجهه على الايه؟ على الباب. فشوف الوجه هو المحل ده بتاع ايه؟ بتاع ملابس، بتاع كسر. طيب سيدنا موسى تحمل ان يرى نور الله. قال: ربي ارني انظر بس انظر. قال: لن ايه؟ لن ترانا ولكن انظر الجبل فان استقر منه فسوف ايه؟ موسى ما تحملش، احنا نتحمل. طب عايزين نشوف نور ربنا، نرجع للحديث والدليل. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل رسول الله فيقول: يا رسول الله، ما أول شيء خلقه الله؟ تعالى هنا يقول أول شيء ربنا خلق القلم وخبرت بالك الحديث هنا بيتكلم. سيدنا جابر بن سيدنا النبي: يا رسول الله، ما أول شيء خلقه الله؟
فرد عليه سيدنا النبي وقال له ايه؟ اول شيء خلقه الله هو نور نبيك يا جابر. قبض الله قبضة من وجه نوره وقال لها كوني محمدا فكانت. فيبقى سيدنا النبي هو قبضة من النور من وجه نور الله. جعل الله هذه القبضة لسيدنا النبي هو واجهة النور التي نرى فيها نور الله. فلما يقول لك كل شيء هالك إلا إيه؟ إلا وجهه تكون يومئذ ناظرة. يقول لك أنت ما أنت هتشوف ربك أهو. أقول له بس لحظة، لو أنت شفت ربنا منك ليه مباشر كده يبقى خلاص. ما هو محد زي ما عدها سيدنا النبي. فأنت ترى نور الله في سيدنا النبي، تلقى السلام من الله بسلام سيدنا النبي عليك. بقول لك واحد راح الحج وأدى مناسك الحج وأتمها على أكمل وجه ولم يفعل فيها لا فسوق ولا رفث ولا جدال ولا وتمام وماله من حلال. وواحد تاني ما راحش بس جاله النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بإيده وأدى مناسك الحج به. فيقول لك هنا أيهما أصدق في فعله؟ إن هو نعرف إن الحجة بتاعته مقبولة، اللي راح وأدى ولا اللي شاف النبي بياخد بإيده ويأدي؟ إن هون بقى اللي نقول عليه حجته هنا مقبولة اللي رأى النبي. لأن سيدنا النبي هو اليقين. تعرف منين إن حجتك مقبولة؟ قال لك إذا رجعت وربنا وفقك على العمل الصالح وحسيت براحة وبالإيمان وبالتقوى وأنت جميل. لكن فين اليقين؟ اليقين إن أنت ترجع من حجتك ترى سيدنا النبي لتكون حجتك هي حجتك عند الله عز وجل. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرم جسده على النار. فقال من رآني فقد رآني حقا. وحقا دي لها معنى كبير. سيدنا يوسف لما قال ايه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي ايه؟ يبقى حقا دي ملموسة ومسموعة ولا لا؟ يبقى لما بتشوف النبي قال لا يعرف قدر الله غيري ولا يعرف قدر غير الله. سيدنا أويس القوة نختم بيها. سيدنا النبي كان قال لسيدنا عمر بن الخطاب هناك رجل يدعى اسمه أويس الايه؟ القرني، صفاته كذا وكذا وكذا، بيأتي في موسم الايه؟ الحج. فحين تلقاه فسأله من الله الدعاء لك، اسأله يدعي لك. فسيدنا عمر مستني يشوف مين؟ سيدنا أويس القرني. حتى مرت السنوات ومرت على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر حتى ايه؟ يجي سيدنا أويس في موسم الحج بنفس الصفات اللي النبي قال له عليها. فمسك لسيدنا أويس وقال له ادعوا لي، ادعي لي. النبي قال لما اشوفك ادعي لي، بس انا عايز اعرف يعني انت ايه عند النبي بقى كده لما يقول لي لما تشوف ونخليه يدعي لي. فراح سيدنا عمر سيدنا أويس على المجلس بتاع الايه؟ الصحابه. فسيدنا أويس سأل سؤال عجيب، بيقول لأصحاب النبي من منكم رأى رسول الله؟ مين فيكم شاف النبي؟ الصحابة قالوا لا. مين فينا شاف النبي؟ لا، احنا أكتر شفنا النبي. احنا جلسنا مع النبي وأكلنا مع النبي وحاضنا مع النبي وحد شاف النبي قدنا. قال ما رأى منكم أحدا رسول الله ولا واحد فيكم شافه. فذكر أن ستنا عائشة قالت رأيت رسول الله مرة واحدة. ستنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت رأيت رسول الله مرة واحدة رأيته نورا من الأرض إلى السماء. ده سيدنا النبي. فاحنا مهما نتكلم عن سيدنا النبي مش هندرك، مهما نتكلم عن قدر سيدنا النبي مش هندرك، لأنه نور من نور الله. فنور الله لا يدرك، نور الله لا يفنى، نور الله ليس في قبره. يقول لك اصل الميت في قبره ما اتحركش خلاص هو مات،
لا، حرمت على الارض. سيدنا ابراهيم حرمت على الارض ان تاكل اجساد الايه؟ الانبياء والصالحين. سيدنا ابراهيم قال اسمعوا سلامكم وصلاتكم عليه وانت لكم الايه؟ السلام. قال اعمالكم تعرض علي. عملنا هتعرض على ميت ولا حي؟ سيدنا النبي حي. سيدنا النبي واعلموا ان فيكم رسول الله، فيكم بقران الله، فيكم بسنته، فيكم بهديه، فيكم بحبه. فاتركوا الدنيا ومالها وجاهها وملذاتها وشهواتها واكسبوا حب النبي، لان كل شيء هيهلك ومش هيبقى الا حب النبي. هو الشفاعه، هو الرحمه، هو البركه. ونسال الله في هذه الايام المباركه بجاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه عند ربه، نسأل الله تعالى اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر احيانا واستر عيوبنا امن روعاتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وارزقنا زياره النبي خير الانام. اللهم شفع فينا النبي الكريم واحشرنا معه يا رب في جنه النعيم. اللهم املأ قلوبنا بحب النبي وآل بيت النبي والصالحين. اللهم علمنا الأدب، اللهم علمنا الأدب. اللهم صف قلوبنا وطهر نفوسنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بارك لنا في أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأرزاقنا. اللهم أنت يا ربنا على كل من آذانا واجعل الجنة مأوانا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا واغفرنا يا ربنا شر ما همنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأموات ومنتقلين بسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. انا اسف يعني على التطول.